أهلا بيكم وعينا أمان مع شريف المصري. عندما نتكلم عن ريادة الأعمال، لما نقول المبادرة، الريادة، العمل الحر، الجرأة، المبادئة، الإبداع، المخاطرة المحسوبة، يبقى احنا بنتكلم على ريادة الأعمال. هي ريادة الأعمال دي قاصرة على ناس ومش قاصرة على بقية الناس؟ يعني ينفع حد يعملها وحد ما يعملهاش؟ لا، ينفع كلنا نعمل. طيب هي عايزة إمكانيات عالية وعايزة فلوس كتير وعايزة يكون عندي مكان ومخزن ومصنع وكده عشان أبقى رائد أعمال؟ لا، مش شرط خالص. طب في أمثلة على الكلام ده؟ في أمثلة إن إحنا ممكن يكون عندنا أمثلة بإمكانيات بسيطة بإمكانيات متواضعة نقدر نبقى رائد أعمال أو نعمل مشروع ينطبق تحت اسم ومسمى ريادة الأعمال. طبعا ممكن جدا كمان. طيب احنا في متطلبات صغيرة وفي تعريفات صغيرة وفي سمات وصفات معينة المفروض ان احنا تكون موجودة او قادرين على ان احنا نكتسبها او نتعلمها، او بنحاول ان احنا نوصل لحد عنده ده عشان يبقى شريك معانا او له جانب معانا في المشروع اللي احنا عايزين نعمله. كل ده ممكن. يعني ممكن نعمل مشروع واحنا امكانياتنا على قدنا، ممكن. طيب احنا هنتابع الدورة دي مع بعض وهنطلع منها بمعلومات كتيرة جدا. هتبدأوا معانا إن شاء الله في دورة عن ريادة الأعمال بمفهوم جديد. بمفهوم جديد. مفهوم جديد إزاي اللي هو هيتطبق على ظروفنا واقتصادنا الحالي وإمكانياتنا الحالية إزاي نعمل. تابعونا وإن شاء الله هنستفاد كلنا مع بعض. شكرا لكم.